السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناة حسن رضوان التعليمية. النهاردة إن شاء الله هنستكمل موضوع أوفيس 365. والنهاردة إن شاء الله هنشوف إيه اللي نعمله في حالة إنه يكون الرقم السري أو البريد الإلكتروني اللي موفره الوزارة فيه خطأ. طبعا احنا قلنا إن احنا هنعمل بلاغ للسبورت أو الدعم، وهنشوف هيتم إزاي. المعلم أو الموظف، ونختار وزارة التربية والتعليم. هكتب بيانات المعلم. أدخل على صفحة وزارة التربية والتعليم، اختار معلم أو موظف، واكتب رقم كود المعلم. كلمة السر أتأكد من اللغة الإنجليزية. أضغط تسجيل الدخول. طبعا في البداية بيكون تدريبات المعلم، تسجيل التدريبات اللي حصل عليها، طبيعة بيان حالة، والاطلاع على البريد الإلكتروني. نضغط الاطلاع على البريد الإلكتروني، هيفتح الصفحة الخاصة بالبريد الإلكتروني وكلمة السر. هنضغط على طبعا في الأول البريد الإلكتروني، بعد كده كلمة السر. هنضغط على تسجيل الدخول على البريد الإلكتروني. هيفتح نافذة جديدة خاصة بحساب أوفيس 365 للدخول عليه. هناخد كلمة السر والبريد الإلكتروني، نسخ ولصق. هننسخ البريد الإلكتروني، نسخ ولصق في حساب أوفيس 365. نسخ ثم لصق. طبعا هنضغط على تسجيل الدخول. لا تتعرف على معرف المستخدم أو كلمة المرور، هذا تأكد من كتابة كلمة المرور لحساب العمل أو المؤسسة التعليمية الخاصة بك. نسيت كلمة المرور. طبعا احنا ما نسيناش كلمة المرور، ولكن في خطأ في كلمة المرور اللي بتوفرها الوزارة، وفي الحالة دي مفيش قدامنا حل غير ان احنا نضغط على هل يتعذر عليك الوصول الى حسابك، انه نعمل بلاغ للسبورت او الدعم انه في مشكلة في البريد الالكتروني او كلمة السر، فنضغط عليها. طبعا العودة الى حسابك، من انت. طبعا اسم المستخدم بيدينا طبعا البريد الالكتروني. بنضغط على لازم نكتب الكلمة دي بشكل مظبوط، VDSJBL، او ممكن نعمل تغيير للكلمة دي لو الكلمة دي مش واضحة وصعب علينا ان احنا نكتبها. ممكن نعمل تغيير من هنا عشان يدينا كلمة جديدة زي ما حضراتكم شايفين. طبعا الكلمة واضحة، X J أو G K Q W N. نضغط على التالي. لو الكلمة فيها خطأ او احنا كتبنا حاجة خطأ، هيقول انه ايه، انه الكلمة خطأ.
إذا كنت ترغب في ذلك فيمكن الاتصال بالمسؤول. هنا الاتصال بالمسؤول هو الاتصال بالدعم الخاص بالوزارة للبلاغ بأن هناك مشكلة في البريد الإلكتروني أو كلمة سر. نضغط على الاتصال بالمسؤول، وبكده يكون تم البلاغ بتاعنا أنه في مشكلة في البريد الإلكتروني وكلمة السر. أرجو أن يكون الموضوع سهل وبسيط، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.